هي أسوأ ورقة. وطبعا نحن كلنا عارفين إنه الكلام ده ما حصل، يعني ما كان في ورقات قدمت للبرهان خصوصا من الرباعية. لكن في تحديث جديد طلع على الحاجة دي. في ورقة واحدة هي اتقدمت، الورقة الواحدة اللي هي فيها الحلول المعروفة اللي كلنا سمعنا بها قبل كده، في تم نشرها بكل وسائل الإعلام، اللي هي الورقة الأولى اللي هو الحلول العسكرية، اللي هو الهدنة. طالبوا بالهدنة إنه يتم وقف إطلاق النار بشكل فوري بدون أي شروط بين الطرفين. الحاجة الثانية اللي هي الحل الوضع الإنساني، اللي هي فيها 3 مسارات: عسكري وإنساني وسياسي. الإنساني اللي هو طوالي يتم فتح المسارات للمساعدات الإنسانية بحيث أنه تتدفق المساعدات الإنسانية للناس المحتاجين لها فورا. وبعد ذاك اللي هو المسار السياسي، إنه تتم عملية سياسية بحيث إنه يعني يتم تسليم السلطة للمدنيين في نهايته، ويطلع الجيش والدعم السريع من السلطة نهائيا، وما يكون عندهم أي دور في إدارة الدولة بعيدا عن الدور المنوط بهم اللي هو حماية الحدود والدستور وغيره من الحاجات المنوط بها القوات العسكرية إنها هي تقوم بها. فالورقة دي أو الورقة بتاعت الرباعية دي ما تغيرت، وده الكلام اللي قاله مساعد بوليس وطلع أكد عليه، وأكد عليه المبعوث النرويجي بعد ما البرهان عمل الاجتماع مع مجلس الأمن والدفاع السوداني. اجتمع معاه في مكتبه في بورسودان، والمبعوث النرويجي طلع برضو أكد نفس الكلام، إنه ما في أي ورقة إضافية اتقدمت للبرهان. لكن الليلة طلع تسريب جديد إنه الورقة دي كانت يعني اتقدمت من فريق العمل والتنسيق الموجود في القاهرة. يعني الورقة دي ما اتقدمت من الرباعية، إنما اتقدمت من فريق العمل والتنسيق الموجود في القاهرة، وديل هم اللي قدموا الورقة البديلة دي للبرهان، اللي هو البرهان وصفها بأنها هي أسوأ ورقة اتقدمت إلى الآن. فدي الورقة اللي اتكلم عنها البرهان دي، يعني تخيل إنها هي جاية من مصر يا أختي بلادي. يعني الحل اللي البرهان يتكلم عنه وقال إنه هو قاسي جدا ولا يمكن هو يقبل به، واللي هو بيقول تفكيك الأجهزة الأمنية بالكامل، ابتعاد الجيش عن السلطة بالكامل، والحاجات دي كلها قال هي غير مقبولة تماما. وتخيل إن الورقة دي ما جاية من مساعد بوليس، بل جاية من مكتب أو فريق العمل والتنسيق الموجود في القاهرة، يعني جاية من مصر يا أختي بلادي، اللي هي مصر المفروض هو كان يعتمد عليه. وده الكلام اللي قاعدين نقوله، إنه أنت لما تتعامل مع أي دولة في العالم المفروض تتعامل معها بندية، لأنه الدول دي الحكومات ليست شعوب. يعني الحكومات، التعامل مع الحكومة باعتبارها شعب ده خطأ أنت ممكن ترتكبه كإدارة في أي دولة، ودي الخطأ اللي قاعدين يرتكبوه الإدارة السودانية والسلطة السودانية مرارا وتكرارا بدون ما يتعلموا منه، إنهم بيتعاملوا مع الدول باعتبارهم هم شعوب وعلاقة أخوية ودية، ما قاعدين يتعاملوا معاه باعتبارها علاقة بتاع الدول ومصالح ودبلوماسية، ما قاعدين يتعاملوا معاه بهذا الأساس. وبالتالي عشان كده يعني مصر دي عادي ممكن هي، ومصر هي فعلا بالمناسبة استفادت من الحرب في السودان، استفادت يمكن من أكثر الدول اللي استفادت من الحرب في السودان هي مصر. مصر قدرت تنتزع منك اعتراف بسيادتها على حلايب وشلاتين وبرامات في ظل الحرب دي عشان تظل تدعمك وتكون واقفة في جانبك. قدمت لك شوية مساعدات في مقابل إنه أنت تعترف لها بسيادتها على أراضي سودانية 100%. فاستفادت من الحرب في السودان بأنها قدرت تنتزع كرت الضغط ده من السودانيين، وشالت منك أراضي سودانية يعني قيمة جدا جدا، أراضي فيها كمية من الموارد الطبيعية، وفيها شعب سوداني، يعني فيها شعوب سودانية عايشة هناك، وأراضي سودانية ذات سيادة سودانية. الآن أنت اعترفت بها بالسيادة، اعترفت بسيادة مصر عليها، ودي كلها كانت ضغوطات بتاعت حرب. وقلنا السعودية وغيرها من الدول كلهم اللي مشاركين في اللجنة بتاعت الرباعية دي بيتعاملوا معك كدول عندها مصالح في السودان، وليس كأشقاء أو ك يعني مصالح أخوية، أو يعني اللي هو المشاعر الأخوية اللي تتكلموا عنها دي مصر يا أختي بلادي وما بعرف مين يا أختي بلادي، والكلام ده غير حقيقي طبعا. في النهاية الآن هسه مصر طلعت إنه الورقة اللي البرهان طلع بهضرب بها دي راس الهوس بتاعها أو المصدر بتاعها كان مصر. يعني أنا بفتكر إنه مصر كانت عايزة تعلي السقف بتاع المطالب بحيث إنه البرهان في النهاية يجي نازل للحاجة المنطقية أو الحاجة المطلوبة منه. يعني يطلبوا منه حاجات ما مقبولة نهائيا
بحيث إنه في النهاية